ناس كتير عايزة تعرف حالة الفنان سعد المجرد دلوقتي جوه السجن. يا ترى عايش ازاي وبيعمل ايه؟ وهل هو عايش اصلا ولا لا؟ خصوصا بعد انتشار اخبار كتير عن حالته الصحية واصابته بالاكتئاب والانتحار. وبدأ بقى رواد السوشيال ميديا في نشر اخبار كتير عن سعد المجرد، لكن محدش عارف حقيقة الاخبار دي. يعني مثلا في ناس قالت انه بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنين اضرب عن الاكل واتنقل للمستشفى، وكمان دخل في حالة صدمة من اللي حصل له. وفي ناس تانية بتقول ان جاله اكتئاب حاد وانتحر في السجن. طب ما تيجي اقولك حقيقة الاخبار دي، وهل هي صح ولا غلط؟ اتضح ان كل الاخبار المنتشرة عن سعد المجرد في الفترة دي كلها اشاعات وملهاش اي اساس من الصحة. وده اللي اكده حد مقرب جدا من سعد المجرد لواحد من المواقع الاخبارية، واللي قال ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي مش مهتمين خالص بالحالة النفسية والوضع اللي فيه عيلة سعد المجرد بعد الحكم بسجنه لمدة 6 سنوات في قضية هو متمسك ببراءته منها. ولأن سعد المجرد متمسك ببراءته من التهمة الموجهة ليه، فهو عنده أمل كبير بإنصافه في مرحلة الاستئناف، ومقضي أيامه كلها في السجن بين الصلاة والقرآن وعبادة ربنا. لكن مسلمش سعد المجرد من شائعات الجمهور واللي انتشرت بأخبار عن استبداله هيئة الدفاع بالمحامية الأمريكية كاميلي، واللي اترفعت عن النجم الأمريكي جوني ديب في قضيته المشهورة ضد النجمة أمبر هيرد. لكن كل دي إشاعات اتعرض ليها الفنان سعد المجرد بعد ما اتحكم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب بنت فرنسية اسمها لورا بيريول في سنة 2016 في باريس. وانهارت لورا من البكاء بعد النطق بالحكم على سعد المجرد، وقالت لوسائل الإعلام وقتها إنها كافحت طول السنين اللي فاتت دي عشان تثبت حقها، وكمان عشان تثبت لكل البنات إن الطريق كان صعب جدا لكنه مش مستحيل. ووقتها انتشر أخبار كتير إن البنت طلبت تعويض مادي من سعد المجرد، لكن محامي الفنان سعد المجرد وضح إن مفيش أي نوع من التعويضات طلبتها لورا من سعد المجرد. وبعد انتشار أخبار عن تقديم سعد المجرد على استئناف في قضيته، يا ترى إيه هو مصير سعد المجرد؟ وهل هيقدر إنه يثبت ببراءته